يعني والله برغم التعب اللي انا فيه برضك بجيب الطير، برضك بجيب لنا شويه طير يعني زي شويه فروج ولا حاجه. برضك والله العظيم الواحد برضك بيحاول على قد ما يقدر، بنجيب لهم شويه الحشيش زي كده والله وبقصهم لهم عشان نلقوا حاجه اذبحها للعيال ياكلوها، لان الواحد ما بيقدرش يجيب يعني الواحد ما بيقدرش يجيب اللحمه من بره، ولا بيقدر يجيب الفروج يذبحها للعيال. والله بجيبهم صغيرين زي كده وبربيهم عشان خاطر اذبح العيال دول زي اي حد. انتوا عارفين الحاجه غاليه وانا ما بقدرش ان انا اجيبها ولا اقدر اوفيه. والله العظيم زي ما انتوا هتشوفوني على كده، انا والله العظيم طول ما قاعد يعني في البيت مش ببطل شغل والله العظيم عشان اقدر ان انا حتى اطلعهم واوفيهم ويقدروا واكبرهم واطلعهم واذبح منهم العيال عشان ياكلوا زي اي حد. والله العظيم اديكم زي ما انتم شايفين، يعني انا والله ما ساكت، والله بكافح على قد ما بقدر. وشوفوا قدام عينكم والله العظيم زي ما انتم شايفين الوضع قسما بالله العظيم. والله زي ما انتم شايفين على كده، يعني انا ما ساكتش والله على قد ما بقدر بكافح في الدنيا عشان حتى اقدر اوفي لقمه العيال ياكلوها. فبالله عليكم ادعموني ووصلوا صوتي ووصلوا حالتي بالله عليكم يا اهل الخير. اديكم شايفيني على قد ما بقدر بكافح في الدنيا دي، بس محتاج وقفتكم جنبي ومحتاج دعمكم لي على قد ما تقدروا. بالله عليكم ما تنسوا تعملوا مشاركه للفيديو وتدعموني باللايك وبالتعليق، واهم حاجه الصلاه على النبي، بس تصلي من قلبك بنية فك الكرب وفك الضيقه وفك الحيره اللي انا فيها.